المغرب يو 17 الى الربع النهائي بعد ما ربحوا مصر 2-1. يربحوا يو 17 عندهم اكاديميه، هادو يربحوا عندهم جواره يلعبوا، وماشي غير جوار ولا زوج يلعبوا، عندهم كاع متفاهمين في رحبه كاع يلعبوا، عندهم اكاديميه، عندهم السادس هذاك دار اكاديميه، دار المستقبل، عندهم المستقبل المغاربه عندهم كيما حالتنا. هذا هو الحقيقه تقال زعما، ماشي رانا نلخروا عليهم ولا رانا هما متيفسين، بصح عندهم اكاديميه، عندهم جواره، عندهم مواهب يلعبوا. يا ربحوا المصريين لقطوهم. هذه كرة قدم، خسارة وفوز. أنا مهم ربح، شكون ما ربحش الزفيط عليكم. منتخب المغرب تحت 17 سنة فاز على منتخب مصر تحت 17 سنة. أنا كل ما أفتح التلفزيون ألاقي منتخب المغرب في أي فئة عمرية بيفوز على منتخب مصر، في أي فئة عمرية برضه. فطبعا أنا بهزر، الاتنين بلادي طبعا. مبروك لمنتخب المغرب الفوز. متهيألي الاتنين كده كده متأهلين، فيعني المباراة جميلة حماسية. في اللاعب اللي شبه ميسي بتاع المغرب ده ما شاء الله اللهم لا تقاس، لاعب جيد جدا. فمبروك لاخواتنا، مبروك لمنتخب المغرب، بلدي اكيد زي مصر تمام، وبالتوفيق فيما هو قادم. ولكن الظاهرة بقت يعني انا فعلا كل ما اسمع ان في ماتش مين بيلعب مين يقولوا لي المغرب ومصر بيلعبوا بعض، اقول طيب خلاص هشوف في الاخر بقى، الاقي انه المغرب فاز على مصر. تحت بقى 16 سنة، تحت سنتين، الأطفال اللي في الحضانة. يعني أي مباراة كرة قدم بتجمع ما بين المنتخبين الفترة دي بلاقي منتخب المغرب بيفوز علينا. الله، ليه الإحراج ده؟ طيب يلا مبروك، وبإذن الله بالتوفيق فيما هو قادم. وطبعا المنتخبين اللي بيفوز فيهم أنا بكون مبسوط وفرحان. بحبكم في الله اخواتي المغاربه. واصل الهيمنه الكره المغربيه على الكره المصريه. اليوم المنتخب المغربي في الشوط الاول دار في المنتخب المصري كما نقولوا كان قادر يخرج ب3-4 في الشوط الاول، مي عياو في الشوط الثاني. بصح غادي نهضروا دوك على حلوا المقابله وسيرتو الرباج والحدادي وهذاك الرباج الحدادي والعود اللي داروا بروميير ميطو داروها مستوى عالي، حتى دوزيام ميطو الرباج كان يعني في المستوى اللي كان يشد الكره وكانوا يلعبوا غير على الجهه، هو كانوا يلعبوا على الجهه ديالو سيرتو في الشوط الثاني، لانه العود شويه عيا شويه طاح له الريتم ديالو هو شويه. مي الف مبروك، انتصار على المنتخب المصري، تاهل لكاس العالم. درك غادي يلعبوا مرتاحين لانهم درك دو ماتش 3 ماتش انت في الفينال، 2 ماتش انت في النهائي ان شاء الله باذن الله. اليوم غادي يلعبوا مرتاحين، تاهلوا كاس العالم نتيجه واداء. سيرتو الشوط الاول كان مستوى عالي وعالي جدا. الرباج دار ما بغى، كونترول البيت لا باس، يعني كل شيء. الهدف الزوج عاود هدف عالمي، جا هدف كيما نقولوا ديال المنتخب المصري اللي اربك شويه، وسيرتو من المدافع 3. ما عرفتش المدافع 3 فين كان، نورمالمون هذيك يضربها بالراس. الحارس ديال المنتخب المغربي خاصو يعاود النظريه ديالو سيرتو في الكرات العاليه، لانه في الكرات العاليه ما يقشع فيها والو. في الارض نشوفوه حارس كبير ويشد لتحت وكل شيء ويتقاتل، ولكن في الكرات العاليه خاصو يعاود النظريه فيها. يعني عندك 2 ولا 3 ديال الاختلالات. مي العموم المنتخب المغربي راه في التطور، ومقابله بمقابله يطلع المستوى ديالو. المقابله الاولى كان المستوى شويه، مقابله مع اثيوبيا اربح وطلع المستوى. اليوم اربح سيرتو في الشوط الاول كان نتيجه كبيره. الشوط الثاني رجع لورا ولعب على لي كونتر وجات بزاف لوكازيون باش يقتل المقابله. عجبني هذاك اللاعب ديال الجهه اليمنى من دخل يعني سريع وعطى تفوق عددي في الهجوم. الحدادي تقاتل. الرباج بلا ما نهضر عليه، سيد يهضر على كورتو كبيره وسيد معلم، يعني مستوى عالي وعالي جدا. اليوم شفنا المنتخب المغربي متصدر ب7 ديال النقاط، درك يسنى جو هو الثالث ولا الثاني من هذيك من المجموعه الاخرى، غادي نتعرفوا عليه. وعنده اليوم عنده 3 ايام راحه، يعني غادي يدير واحد 3 ايام راحه تقريبا ولا هكا. غادي يريحوا اللعابه ويديروا الاسترجاع ديالهم، لانهم كانوا يلعبوا يومين ماتش بزاف شويه اللعابه، سيرتو في السن هذا ديال 17 عام 17 سنه ماشي سهله. نتمنوا لهم ان شاء الله التوفيق في المقابلات اللي جايين. واللي عنده كيما نقولوا عندك 2 ولا 3 ديال اللعابه يبدلوك الماتش ما شاء الله عليهم. هادشي اللي كاين. ندخلوا الفضيحه سانداوس اليوم الدوله المغربيه دارت لهم بالمثل، ما عطاتهمش لي سباسي، بهدلتهم، رجعوا من المطار 9 سوايع وهما قاعدين في المطار. رجعوا لانه بنادم باش يبدا المشاكل ويبدا العيب
لعيب ساهل باش تبداه، بصح خصك واش قاداه ولا ما قاداش. انت بديت لعيب داروا لك الميت ما عطاوكش لي سي باسي، ومحقهم ما يخليوكش تدخل بلادهم اخويا، وانت اصلا مقسم لهم بلادهم فين غادي تجي عندهم، بهدلوك خلاوك 9 سوايع، وممكن تاخذوا ما يعطوكش لي سي باسي، يعطوك حتى الخمس ويقول لك روح. يعني هذه هي العقليه الخامجه ديال بنادم اللي ما عارفش. بحال هذه العقليه ديال هاد المنافقين ديال جنوب افريقيا، خصك تتعامل معاهم هكذا بالمثل، خصك تحطهم في الحجم ديالهم. انت كيفاش انت بلاد قال عليها كاع واش دخلك الخريطه كاع اصلا؟ انت نادي، انت كنادي واش دخلك الخريطه ديال البلاد؟ انت نادي عمره ما مشيت تلعب مع شي نادي خارج بلاد ديال الخرائط ديال النوادي ديال الاخرين؟ واش دخلك الخريطه؟ من درت الخريطه وتعديت ها هما قالوا لك الله يعاوننا يعاونك، عندهم الحق. هذه هي قرصة ودن باش تعلم شويه، باش تعلموا نتوما كسانداوس وكفارق، ومازال غتشوفوا الجحيم يوم المقابله يوم الحد، لانه بنادم باسل، لانه تصرتوا غادي تشوفوا الجحيم. الجحيم يوم الاحد غادي تشوفوه في ملعب مولاي عبد الله، لانكم الانسان قال لك احترم تحترم. انت داير فضيحه قداش داير فضيحه قداش وتجي ودرك واش غادي تقول؟ راه الاعلام ديال جنوب افريقيا كلشي قال لك بسبب الخريطه. وي بسبب الخريطه. علاش انت كفريق مدخل راسك في السياسه؟ شكون اللي دخلك انت في السياسه؟ سياسه بعيده عليك، والدوله هذيك بعيده عليك، والخرائط بعيده عليك، وكما نقولوا علاش هذاك الاستفزاز بالضبط؟ درك انت درت مشكل، انت كنادي درت روحك مشكل، دخل راسك في مشاكل كبيره عليك، غادي تعيش الجحيم يوم الاحد او هذه ثانيه، وتخسر اللقب بسبب الاستفزازات والتبرهيج. تخسروا هذا اللقب، درتوها قلعتوا الفار كاع في جنوب افريقيا، ولكن الجيش غادي تفوز باللقب بسبب التهور ديالكم، لانه نتوما خاصكم كما نقولوا خاصكم هكا بحال هكا. درك من دارت الدوله، انا عجبتني الدوله من المثل صافي. انت داير فضيحه دايرها قداش وجاي عندي وبدلت المنشور. وكل من بدلت المنشور كون درت الخريطه ديال المغرب كامله بعدا من بدلت المنشور باش لعل وعسى يسمحوا لك شويه. انت بدلت المنشور وما درت خريطه، دخلت راسك في واحد الخندق. لو كان انا من بدلت المنشور ندير الخريطه ديال المغرب كامله. علاش؟ وشكون اللي قال لك هما واش قال لك هما فتشنا في الخريطه ديالنا ديال بلادنا؟ نتوما تعديتوا خلصوا، ها هما رفضوا لكم التسريع. السلام عليكم الإخوان ديالي، ومرحبا بكم في قناتنا وقناتكم. إلا كنتي أول مرة كتشاهدنا اشترك في القناة وانضم لعائلتنا باش تزيد تقبل العائلة. كيف شاهدتي معايا جنون وانهيار وغضب الإعلام العربي بسبب تفوق ولا فوز المنتخب المغربي أقل من 17 سنة على المنتخب المصري، فوز ساحق، وبهذا تأهل المنتخب المغربي. المهم خلي واحد سبسكرايب، نتشوفو في حلقة مقبلة، فرق على ديك اللايك. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، تهلاو.